يوم طويل النهارده في الجلسات، الحمد لله خلصنا على خير. لو هطلع بملخص لليوم بتاع النهارده، هقول لك حاجه. الاستحقاق اللي انت هتديه لنفسك هو اللي على اساسه الناس هتتعامل معاك. تقديرك لنفسك وتقديرك لذاتك وتقديرك للاحلام بتاعتك وتقديرك للشخصيه بتاعتك، لو اظهرتها للناس ولغيرك هو ده اللي هيتعاملوا على اساسه. لو هتستنى وهتستني ان الناس تشوفك، تستني الناس تقدرك، الناس تهتم بيكي، مش هيحصل. طول ما انت شايفه نفسك قليله، انا كمان وانا بتعامل معاكي هشوفك قليله. طول ما انت شايفه نفسك كبيره وناضجه وعندك ثقه بنفسك، الناس هتتعامل معاكي على الاساس ده. مش هنكون مغرورين ولا هنكون وحشين مع الناس، ولكن هناخد الحاجات اللي احنا نستحقها، اللي هي اصلا ممكن تكون من الاساسيات بتاعتنا. قدر ذاتك، ثق في نفسك شويه، شوف الحاجات اللي انت بتعملها صح، شوف الايجابيات اللي في حياتك، شوف الحاجات اللي انت محتاج تطور نفسك فيها وطور نفسك فيها. متتكلمش عن نفسك وحش قدام الناس، متتكلمش عن نفسك وحش قدام نفسك. شوف الحاجات اللي محتاج تطورها وطورها، انما ما تقولش على نفسك انت شخص فاشل، ولا انت شخص ما تستحقش كذا وكذا وكذا. لو انت بتوصل الرساله بالطريقه السلبيه دي للناس، هم كمان هيشوفوك كده. اتكلم عن نفسك كويس.